انا بدأت بحساب جديد في لعبة بيس موبايل 2026، بداية صفرية تماما، ولا في كوينز ولا جي بي ولا اي حاجة خالص. فلذلك هيكون في تحدي في الفيديو ده. التحدي اننا نخلي الحساب من الريت الضعيف ده للريت 3000، ودي تقريبا محدش عملها من صناع المحتوى. فهل انا اليوتيوبر الجديد هقدر اعمل ده؟ هاتلك كده كوباية قهوة او اي حاجة تاكلها او تشربها، عشان دلوقتي هنعمل تاريخ مع بعضينا. والحساب ده هيكون جايزة لاكتر داعم لينا على اليوتيوب، وفي هدايا تانية كتير اقوى من الجايزة دي لاكتر ناس بتدعمني هقولها لكم في الفيديو ده. صلى على النبي ويلا بينا. طب يا أخي الخير، ودي بداية السلسلة. أول حاجة هنبدأ بيها اللي هو الاسم. مثلا هنكتب كده إيه المايسترو بالإنجليزي، وهنعمل مثلا شرطة وحرف الأو، وإن شاء الله ما يكونش حد مستخدمه عشان إيه ده اسم القناة بتاعنا يعني، فمش عايزين حد يكون مستخدمه. طيب الحمد لله ما حدش مستخدم الاسم يا رجالة. وتاني حاجة هنبدأ بيها اللي هو تنزيل تحديث اللي هو 48 ميجا ده. صلي على النبي يا صاحبي وخد لك حسنة كده أنت وقاعد معانا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بداية جديدة في لعبة إي فوتبول 2026، بداية صفرية تماما. ودي طبعا الدخله اللي كلنا عارفينها، هنلعب ماتش وهنتعادل وهنلعب ضربات جزاء وميسي هيشوط وهيسجلها جول، فخلاص هنعمل كده تخطي لكل الحاجات دي. مرحبا بك في اي فوتبول 2026. اول حاجه هنختار الفريق، لا هنغير الفريق الارسنال، مش عايزينه الصراحه. هنختار الدوري الفرنسي، هنروح على نادي ستاد بروج، مش عارف ولا اسمها ايه ليه، لان الطقم بتاعها يشبه طقم النادي الاهلي وانا اهلاوي. طب يا جماعه الخير، دي الهدايا معانا انزو فرنانديز، فان دايك، كيليان مبابي، هنستلمهم في المستقبل او في الفيديو اللي جاي يعني. ودي الهدايا اللي معانا برضو. معانا 50 كوينز في الايفنت ده او في الحدث ده. عملنا اول خطوه وتاني خطوه هنبداها. ايه الخطوات دي اصلا؟ اول حاجه هنروح على عقود اللاعبين، هنستلم ليونيل ميسي طبعا. بس قبل ما يفتح حل ليونيل ميسي، تعالوا كده افرجكم على باكج دوري الابطال الرائع جدا جدا صراحه. في فينيسيوس، في رافينيا، في ديكلان رايس، في سوبوسلاي، في تشافي سيمونز، في ليفاندوسكي، في اشرف حكيمي، في لعبه جامده جدا جدا صراحه. الباكج ده ان شاء الله هختمه في الفيديو ده. وباكج نجوم الاسبوع هفتح عليه الفتحه المجانيه وهفتح عليه فتحه كمان. وباكج ليفربول برضو عايز منه فيرتس، اكيتيكي، فان دايك، يعني هفتح عليه فتحه ان شاء الله. طيب والكوينز هتجيبه ازاي؟ خليك في الفيديو ده وانت هتعرف، عشان بعد الفيديو ده هتجري جريه تعمل حساب من الصفر. باكج عقود الترشيح في سوبوسلاي، في اراوخو، في رافايلياو، بس اتوقع هجيب رافايلياو. طيب يا جماعه الخير، تعالوا كده نستلم ليونيل ميسي، اول لاعب شطيم يدخل التشكيله معانا. ليونيل ميسي طبعا اسطوره. عايز اشوف كده جماهير ميسي وجماهير رونالدو مين ليه شعبيه اكتر في الحقيقه، يعني اكتبوا لي تحت في التعليقات ميسي ولا رونالدو. ويلكم تو ماتش ليونيل ميسي، اي لاف يو ميسي. انا الصراحه بحب ميسي ورونالدو يعني، عشان ما ايه ما تكتبوليش تحت في التعليقات رونالدو ولا ميسي وتعملوا مشكله. التشكيله بتاعتنا رجاله 1883 الريتنج، عاوزينه يوصل لل 3000، ده التحدي بتاع الفيديو النهارده. دخلنا ليونيل ميسي التشكيله وعملنا الخطوه الرابعه اللي هي المهمه الرابعه يعني. خلصنا اول مهمتين يا رجاله، وخدنا ترينت الكسندر ارنولد، ده تاني لاعب يدخل التشكيله، عن لاعب قوي. فيه 50 كوينز هنا، في عقود ترشيح 4 نجوم، وفي عقود ترشيح 5 نجوم، يعني هنجيب برافيلياو النهارده. وفي 50 كوينز ثاني برضو، يعني هنفتح تفتيح جامد النهارده. قبل ما نكمل باقي المهمات تعالوا كده نلعب حدث ضربه الجزاء ده، عشان هنستلم منه ايدن هازارد، يعني ايه ممكن في الحلقه اللي جايه. وفي لعيبه جامده جدا في الديل جيم هوريها لكم، بس بعد ما العب الضربه دي وان شاء الله نسجلها. اول ضربه دي باذن الله باذن الله نسجل. الحمد لله سجلنا. عملت فيديو ازاي تسجل ضربه الجزاء، جايب لحد دلوقتي 29000 مشاهده، فبعد الفيديو ده روح شاهده بسرعه. ومعانا ايدن هازارد ان شاء الله هنستلمه في الحلقه اللي جايه باذن الله. ومعانا هدايا الديل جيم، فيها ديزري دوي، فيها ريكارد، فيها لاعب خط الوسط الجامد ده، فيها اللاعب الياباني، وشويه الهايلايت دول. احنا عاوزين الواد الخط النص ده وديزري دوي بس. طيب يا جماعه الخير، هنعمل سكيب لكل الحاجات اللي هنعملها دلوقتي دي، لاننا هنروح نلعب كل المهمات وهنلعب كل الاحداث دي، وهناخد ال100 كوينز وهنلعب على الفتحتين المجانيين دول. يعني النهارده هوريك ازاي تعمل حساب من الصفر خارق، بس اهم حاجه يكون الحظ حلو النهارده بس. وهنفتح 30 فتحه على باكج اليكسيس ماكاليستر وداني اولمو، وباذن الله ناخد اي حد مني. بس صراحه انا ما جربتش داني اولمو، فعايز داني اولمو الصراحه. عايزكم دلوقتي تبصوا في التشكيله دي كويس وتتاملوا فيها كويس، عشان يعني بعد ال 17 دقيقه دول هتبصوا عليها بشكل تاني خالص. ازاي الكلام ده؟ شوف اللي هيحصل دلوقتي. اول حاجه عملناها رجاله، خلصنا كل المهمات. خدنا ارنولد، خدنا 50 كوينز، خدنا عقد ترشيح 4 نجوم، وخدنا عقد ترشيح 5 نجوم، وخدنا الحاجات دي بطاقات تدريب، وخدنا 50 كوينز برضو تاني. ولعبنا المباريات التنافسيه وخدنا برضو ال100 كوينز. يعني النهارده هنلم كوينز بالعبط. تعالوا كده على الهدايا اوريكم الهدايا اللي معانا. اول حاجه 150 كوينز اهو قدامكم وعقود الترشيح، ومعانا 50 كوينز تاني، ومعانا الكسندر ارنولد طبعا. هنستلم كل الحاجات دي دلوقتي وهنروح نفتح
هنفتح على الباكيجات. اول حاجه معانا دلوقتي 3 فتحات بس لسه، يعني هنلم تاني. هنفتح على باكيج داني اولمو وان شاء الله يجي لنا داني اولمو باذن الله. دي اول فتحه وما فيهاش ولا حاجه. طيب ماشي، هنروح نفتح الفتحه التانية، والتانية ما فيهاش برضو ولا حاجه. دي اخر فتحه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، لا ما فيهاش ولا حاجه. فيها 10 فيها 10 كوينز يعني. تمام مش مشكله، لسه احنا في البدايه. هنستلم كل الحاجات دي والمهمات دي، وهنروح دلوقتي نستلم هاري كين وكامافينجا. طبعا هيفيدوا التشكيله بشكل جامد. لاعبين مجانين طبعا بس يعني هيفيدوا التشكيله. قدامكم اول لاعب استلمناه كامافينجا، بعد كده هنستلم هاري كين، ومتهيألي هنستلم جفارديول بس مش دلوقتي، برضه في الحلقه اللي جايه. فاعمل متابعه دلوقتي عشان تشوف كل الحلقات اللي جايه، عشان اللي جاي دمار باذن الله. طب يا جماعه الخير، وده شكل التشكيله بعد ما استلمنا اللعيبه. الريتنج بيجي 2364، يعني لسه قدامنا مشوار طويل. طيب يلا بينا على المتعه. هنفتح اقوى باكي نزل يعني، يعتبر بالنسبه لي باكي دوري الابطال. بسم الله الرحمن الرحيم. فينيسيوس ان شاء الله. كنت حابب اقول لكم يا اخواتي اني عامل جروب على الواتس. الجروب ده عايزكم كلكم تنضموا ليه، عشان هلعب معاكم ماتشات وهنعمل دوري تصفيات كلنا مع بعضينا، وهيكون في جوائز كبيره ل3 مراكز الاولى، وهقيم تشكيلات المتابعين وانزلها فيديو على القناه بتاعتي، وهنزل لكم كل حاجه على الجروب، وهختار منكم اكتر 5 داعمين لي على القناه يكونوا مشرفين على الجروب ده. بس كده، الرابط هسيبه لكم في الوصف او في اول تعليق مسبب. بس كده، صلي على النبي ويلا بينا على الجمدان. ان شاء الله باذن الله فينيسيوس او رافينيا، باذن الله فينيسيوس او رافينيا. مين ده الحارس. يا سلام، يعني بصوا كده هو كويس. عشان ايه؟ احنا في بدايه من الصفر، بس ليه يعني احنا عايزين فينيسيوس او رافينيا؟ لا مش مشكله، اللي جاي احسن باذن الله. باذن الله يجينا حد من الصف اللي فوق ده. يعني هنفتح فتحه تاني وهنروح نلعب الهدايا المجانيه وهناخد 100 كوينز تانية، وباذن الله يجي لنا حد. يعني احنا عايزين فينيسيوس او رافينيا او سيمونز او سوبوسلاي او اي حد من اللي فوق دول. مش هنستسلم غير لما اي حد من اللي فوق يجي. طبعا. مين ده 93؟ لا يا جدعان، لا انتوا بتهزروا كده. لا سبورتنج لشبونه ايه يعني؟ صراحة مش عارف اقول لكم ايه. طيب ماشي انا موافق. جايبين لي اخر لاعبين في الصف واللي جنب بعض. يا سلام عليك يا كونامي لما تعندي حد. طيب تمام، هنجيب كده رافايلياو من باكج عقود الترشيح. لا رافايلياو هنخليه جناح، هيفيدنا يعني لحد ما نلعب كل الاحداث التانية دي، ولما نلعب في الديفيجن يعني هيفيدنا جدا جدا. رافايلياو جامد. الوقت اللي بتتفرج عايزك تكتب لي تحت في التعليقات اجيب مين من المدربين دول. معانا بيكن باور، معانا تشافي الونسو، معانا يعني مدربين حلوين. اكتبوا لي يعني كده اجيب مين في الفيديو اللي جاي. دلوقتي يا جماعه الخير هنروح نحط اللعيبه اللي كسبناها في التشكيله. هنروح نضيف الحارس ونشوف الريتنج هيوصل لكام. وهنحط رافايلياو طبعا، هنخليه جناح بدل هيونج مين سون. نجيب الواد بتاع سبورتنج لشبونه ده اللي بيه تقريبا بيوصل ل 99 لو مع مدرب. هنخليه هنا مكان كايسيدو، ونجيبه بدل كامافينجا يلعب جناح خلفي. طب يا شباب هنخلي ميسي في مركزه الاصلي الار دبليو اف. ودلوقتي وصلنا ل 2458، باذن الله هنوصل للريتنج 3000، عشان ده زي ما قلنا تحدي ومش عايز اخسر التحدي صراحه. طيب يا شباب دلوقتي هلعب احداث الهدايا المجانيه دي، وهاخد ال 50 كوينز دي برضو، بس هعمل تخطي وهرجع لكم تاني. طب يا شباب ورجعنا وختمنا كل الاحداث دي. طبعا خدنا هديه دوري الابطال وهديه نجوم الاسبوع وخدنا ال50 كوينز وخدنا عقد الترشيح الاربع نجوم ده. هنستلم كل الهدايا دلوقتي وهنروح نفتح تفتيح تاني على باكج دوري الابطال طبعا. والمفاجاه هنا معانا 11 فتحه هنفتحها على باكج داني اولمو. باذن الله نكسب داني اولمو ان شاء الله. يعني بصوا انا مش طماع، انا عايز ماكريستر او داني اولمو، بس هفتح اول حاجه على داني اولمو ان شاء الله نكسبه باذن الله. يا مسهل الحال يا رب. دي اول فتحه معانا ونورت داني اولمو. يا سلام سبحان الله، دي اول فتحه. لا ولا لا الرابعه دي الرابعه. طيب احلى حاجه دلوقتي استلمنا داني اولمو من الرابع فتحه، يعني معانا 10 فتحات تاني ولسه هنلعب تاني كمان باذن الله نكسب ماكاليستر. لسه يعني الحظ جامد قدامنا. اول فتحه طبعا ما فيهاش ولا حاجه، وتاني فتحه طبعا برضو ما فيهاش ولا حاجه. بسم الله هنفتح كده على طول. بسم الله دي فيها حاجه، فيها لاعب يعني حلو، فيها لاعب حلو، فيها لاعب هايلايت. هنفتح دلوقتي الفتحة التالتة او الرابعة مش عارف، برضو ما فيهاش ولا حاجة. الخامسة طبعا برضو ما فيهاش ولا حاجة. يلا بينا كده على طول. والستة يعني يا رب بسم الله ما فيهاش ولا حاجة. 1000 كوينز ولا 1000 جي بي دي ولا ايه بالظبط. والفتحة اللي بعدها كده على طول فيها 10 كوينز حلوة جدا. عاوزين كمان 30 كوينز عشان نفتح يعني فتحة. بسم الله عاوزين 10 30 كوينز. لا 50 كوينز و50 يعني 100 كوينز. يا سلام يا الحظ والله يا رجالة، يعني
يعني الحظ باين من اوله، حظ جامد جدا. بسم الله، الفتحه اللي بعديها 10 كوينز، يا سلام، دي كانت اخر فتحه وتمام. سبنا 120 كوينز وداني اولمو لاعب مجاني، يعني حظ اسطوري الصراحه. ولسه هنستلم الحاجات دي وهنروح نفتح على باكج دوري الابطال. يجي معانا 180 كوينز واستلمنا جونزاليز لاعب ارجنتيني، تمام زي الفل. يلا، ودلوقتي هنروح نفتح الفتحه المجانيه على باكج دوري الابطال. وبسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا رب يا رب. مين ده؟ 95 سي اف برشلونه، روبرت ليفاندوسكي. يا سلام، مين روبرت ده؟ تمام، يعني لاعب جامد الصراحه، يعني لاعب وهيفيد التشكيله جدا جدا في البدايه. نفتح الفتحه المجانيه على باكج نجوم الاسبوع باذن الله. عايزين زائر ايمري، بسم الله الرحمن الرحيم، او اوريلي، اي حد كده جامد. يا مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ لا، نوتنجهام فورست، مش عارف اسمه، اسمه وايتو، خلاص مش عارف اسمه، بس يعني تمام. 94 في التشكيله يبقى 99 مع مدرب، يعني تمام. الحظ حلو لان الباكج ده ما فيهوش عن حد جامد. هنروح كده تشكيله نضيف كل اللعيبه اللي كسبناها. اول حاجه داني اولمو، اجمد لاعب، يعني كسبناه توب التوب، يعني تمام. وهنجيب كده اللاعب جونزاليز، اللاعب الارجنتيني اللي كسبناه من باكج ماكاليستر. وهنجيب اللاعب اللي كسبناه من باكج نجوم الاسبوع، اللاعب مش عارف اسمه، وايت في الاخر، يعني يقولوا لي اسمه ايه، مش عارف اسمه ايه الصراحه. طيب يا جماعه الخير، هنضيف كل لاعب لمركزه الاساسي دلوقتي. وهنضيف اللاعب روبرت ليفاندوسكي 95 هيوصل 100 مع مدرب. وهنروح كده نطور اللاعب داني اولمو، هيوصل تقريبا ل 98 صح، 98 طبعا. وهنضيف له بوستر هيوصل ل 99 ومع مدرب بيوصل ل 103. يا عفو الله، ازاي ده ينزل مجاني؟ يعني لاعب جامد، بسم الله يا رب يجيله بوستر حلو حلو، تسديد حلو، هيوصل ل 99. دي طاقات داني اولمو المرعبه والله يا جدعان، طاقات يعني مخيفه الصراحه، طاقات جامده جدا جدا. وعنده تقريبا جميع المهارات. صلى على النبي كده صاحبي. وادي معانا داني اولمو وصل ل 99، رائع جدا جدا. دلوقتي يا جماعه الخير انا معايا 180 كوينز، يعني معايا فتحه هفتحها على باكج دوري الابطال، ودي اخر فتحه هتكون على باكج دوري الابطال، لانك خلاص يعني كده كده هنختم الباكج. فان شاء الله باذن الله الحظ يكون جامد ويجينا لاعب من اول الصف. يعني بصوا انا مش طماع ولا رافينيا ولا فينيسيوس، يعني لاعب كده من اول الصف. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ 95 ام اف سيمونز، يعني حلو جدا جدا، تمام. اللاعب ده يا جدعان خفيف جدا جدا، هوريه لكم في الملعب دلوقتي. انا بحب لعبه في الحقيقه وفي اللعبه وفي كل حاجه، اللاعب ده جامد. طبعا يا جماعه الخير دلوقتي احنا ما معناش مدرب، فروح تشتري مدرب باريس سان جيرمان ب 140 الف جي بي، يعني رخيص. هجمه مرتده 81، حلو. هنعمل بيه ايه؟ يعني حلو، هيفيد التشكيله دلوقتي يعني في الديفيجن، تمام. وهيزود يعني طاقات اللعيبه شويه. طيب دلوقتي هننزل تشافي سيمونز لمكانه الاصلي، وهنغير المركز بتاعه وهنخليه اي ام اف عشان هو مركزه الاصلي. ودي التشكيله يا رجاله معانا بيجت 2723، ودول اللعيبه اللي بره. والله يعني حاسس اني هفشل في التحدي. طيب هنزود كده ترينت الكسندر ارنولد، يمكن يعمل حاجه في التشكيله، زودها ولا حاجه. بيجت 2737. طيب يعني هنعمل ايه؟ هنغير طيب المدرب. احنا لو معانا مدرب كنا يعني ممكن وصلنا لل 3000. هنخلي المدرب ده هنخليه هجمه مرتده سريعه باذن الله، يعني هعمل حاجه 2829، يعني فشلنا في التحدي رسميا. ام سوري، انا اسف يا رجاله، يعني مش عارف اعمل ايه الصراحه، ده اقصى ما عندي. هنروح دلوقتي نلعب ماتشات في الديفيجن، وانا حاليا في الديفيجن الثامن، يعني لعبت الماتشين اللي هم ذكاء اصطناعي دول. دلوقتي مين معانا بالميراس 3156 الريتنج بتاعه، يعني هيدعكني دعك حلو، بس ان شاء الله يعني نعمل حاجه. دي تشكيلته يعني حلوه جدا. بصوا يا جماعه الخير كده، انا يعني هسيب كل الفيديو وهسيب كل حاجه، وعايز اقول لكم على حاجه مهمه، يعني حاجه بخصوصي انا. فالفيديو يعني اعتبره انه خلص، فلو عايز تسمعني اسمعني، ولو مش عايز تسمعني ممكن تقلب الفيديو عادي. انا فتحت القناه دي وعندي طموح وعندي اراده وعندي عزيمه اني انجح، بس للاسف النجاح مش بيجي بالسهل، لازم تتعب وتجتهد عشان تنجح. انا تقريبا يعني كنت من سنه كده عامل قناه برضه اسمها الماجستير، يعني تعبت فيها واجتهدت وعملت اقصى ما عندي، بس للاسف ما استمرتش عليها وما نجحتش برضه. بس ايه، عملت القناه دي وانا وعندي طموح واراده وعزيمه اني استمر وما اوقفش خالص. فانت دعمك ليا ده مش بيخسرك اي حاجه، تمام، لا بالعكس، انت بتسعد شخص وانت يعني مش عارف. انا كل اللي طالبه منكم الدعم على القناه دي، لاني انا ممكن افصل منكم اسبوع، يعني معايا امتحانات الصراحه، امتحانات ميد ترم، يعني انا في جامعه اصلا. الفيديو ده انا تعبت عليه جدا جدا جدا، فعايز الفيديو ده ينتشر
وتعملوا اقصى ما عندكم عشان الفيديو ده ينتشر. يعني ده مش امر، لا ده طلب يعني مني ليكم. فانت كل اللي عليك انك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل الاشعارات، ولايك على الفيديو ده وكومنت كده حلو يدعمني ويعطيني تحفيز كده اني يعني اكمل واستمر. وبس كده، يعني عايزكم تدعولي عشان فترة الامتحان دي صعبة جدا جدا يعني والواحد مأهمل كل حاجة وحاطط دماغه كله على اليوتيوب يعني، فما تخذلونيش يعني. واللي هيدعيلي في التعليقات هعرف انه وصل لحد هنا ويكمل الفيديو للنهاية. شكرا للناس اللي بتدعمني بجد، وشكرا شكرا شكرا. وبس كده يا شباب، وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم على خير، سلام. بس ثانية واحدة، مش عايز حد ينساني من الدعاء عشان الحالة متلخبطة معايا خالص، امتحانات وفيديوهات والواحد يعني تعب خالص صراحة. بس كده اشوفكم على خير، سلام.